5 مباريات ودية منتظرة للمنتخب المغربي تحضيرا لكأس أفريقيا 2025. إليك التفاصيل. أكدت تقارير إعلامية موثوقة أن الناخب الوطني وليد الركراكي باجتماع مع رئيس الجامعة فوزي لقجع قرر برمجة 5 مباريات ودية إعدادية للمنتخب المغربي تحضيرا لكأس أفريقيا المغرب 2025. وبحسب ذات المصدر فالمباراة الودية الأولى سوف تقام في شهر يونيو من العام القادم، بينما المباراة الثانية والثالثة فسيتم برمجتهما في شهر نوفمبر، والمباراة الرابعة والخامسة سيتم برمجتها في شهر دجنبر، أي بأيام قليلة قبيل انطلاق كأس أفريقيا إن شاء الله. لكن إلى حدود اللحظة لم يتم تحديد المنتخبات التي سيواجهها المنتخب المغربي وديا في هذه المباريات ال5 الودية، ولكن هنالك حديث عن إمكانية مواجهة منتخبات كوت ديفوار، سينيغال، نيجيريا وإيطاليا ومنتخب من أمريكا اللاتينية وديا. علما أن المنتخب المغربي سوف يخوض تصفيات كأس العالم في هذه السنة القادمة والمؤهلة لكأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية 2026.